في قرية صغيرة محاصرة بالغابة من جهة والواد من جهة أخرى. كان الخوف ساكن مع الناس كما يسكن الليل في السماء، حد ما يخرج بعد المغرب وحد ما يقرب من الشجرة اليابسة اللي واقفة وحدها على طرف الطريق وين يظهر الشاب اللي ما يموتش. حد ما يعرف أصل الحكاية، لكن العزايز يقولوا إنهم شافوه وهم صغار وكان بنفس الهيئة، جسمه هزيل ملفوف في قفطان أسود مقطع، عصاه طويلة أكثر من اللازم وعينيه ما فيهاش حياة. كان واقف تحت شجرة ساكت ديما يتفرج، اللي يقرب يسمع صوته المبحاح كأنه صوت عبد مدفون تحت الأرض. أرجع ما عادش نجم تهرب، هذا اللي كان ديما يقوله. اللي يسمع عروقه تبرد ويحط على ساقيه قبل ما تصير له حاجة، لكن مش الكل كانوا يسمعوا الكلام. في ليلة مظلمة كانت القمرة مغطية بالغيوم وريحة زفر. قرر بوجاسم راعي الغنم يواجه الشايب، كان معروف بالشجاعة أو ممكن نجم نقوله البهامة. قال قدام الناس: يزيكم بالخرافات، هذا ما هو إلا شايب مسكين باش نمشي ونشوف حكايته. هز الفانوس متاعو وخرج رغم محاولات مرته وجيرانه. تبعوه من بعيد واقفين ورا الشبابك يتفرجوا في الظل متاعو وهو يقرب من الشجرة الملعونة. وقف قدام الشايب وقال بصوت ثابت: يا شايب شكونك؟ الشايب هز راسه بشوية، خزرله. في لحظة سمعوا صوت غريب كأنه ريحة عدت بين القبور القديمة. بعد طلع صوت الشايب ثقيل ومشقوق لكنه واضح: جيت وحدك وهك توا باش تخلص. الريح سكتت، حتى الجر ما عادش تتحرك. الفانوس في يد بوجاسم دفاع وحده. الناس من بعيد اللي يتفرجوا كانوا يحلفوا اللي شافوا ظلال تتحرك ورا الشايب كيما الدخان الأسود يتمدد ويتلف حول بوجاسم. وفي لحظة بوجاسم يعيط تعيط عالي، خلطة بوجيعة ما تتوصفش. مشولو الناس يجروا، لكن كي وصلوا كان متجمد، عينيه وفمه محلولين كأنه كان يعيط لحظة الموت. كان قاعد تحت شجرة متكي على عصاه، أما الشايب ما عادش بان. في الصباح كي جو الناس باش يدفنوه صارت حاجة غريبة. بدنه كان يابس كالحطب، وجهه مجعد أكثر من اللازم وكأنه كبر مئات السنين في ليلة واحدة. لكن الشيء اللي بالرسم يجمد الدم في العروق كانت عينيه، نفس عينين الشايب. ومن نهارتها وقت تغرب الشمس كان بوجاسم هو اللي يوقف تحت الشجرة متكي على عصاه، يتفرج في القرية، يستنى في اللي شكون باش يجي بعده.